السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اقترحنا اليوم شي حاجة رائعة كتجيك تحمق البنات توجدوها لوليداتكم لعائلتكم ولضيوفكم، ديال تحميرة الوجه. غنشارك معكم طارت سيترون بعجينة اللي كتجي مرملة وهشيشة بدون زبدة، بطبقة ديال الكريمة كتجي لذيذة وكريمية بمذاق ديال الحامض رائعة. ما عليكم الا تتبعوا معايا الوصفه وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نحضروا الكريمه باش نخليوها على جنب كتبرد. عندي هنايا فواحد الكاسرول، هنا مازال ما شعلتش عليها النار. غادي نضيف نصف لتر من الحليب يكون بارد، 3 ديال المعالق كبار من النشا اولا المايزينا، اولا تقدروا تعوضوها بكريم باتيسير حتى هي تديروا 3 د المعالق، اولا كانت عندكم كريم باتيسير بمذاق ديال الحامض يكون احسن. 3 د المعالق يكونوا بومبي عامرين، 3 ديال المعالق كبار من السكر سنيده. عندي هنا قشره ديال حامضه كبيره اللي حكيت لها ديك القشره الخضراء اولا الصفراء. وغادي ناخذ العصير ديال ديك الحامضه، يعني حامضه كبيره عطاتني تقريبا واحد نص كاس، يعني تقريبا نص كاس ديال العصير ديال الحامض. كنضيفو حتى هو وكنبدا نخلط الكل على البارد حتى ما كيبقاوليش دوك الحبيبات ديال النشا. مباشره كنشعل هنايا النار كتكون مهيله بزاف مع التحريك المستمر، ما كنوقفوش نهائيا من التحريك حتى كتعقد لينا الكريمه وكدير دوك الفقاعات. كنخليوها غير واحد حد شويه هكا كتدير دوك الفقاعات كتغلي. كنضيف اخر حاجه واحد الكيس من السكر منسم بالفاني باش كيركز لينا المذاق، اولا تقدروا تزيدوا لاغوم ديال الحامض الا بغيتوا تركزوا المذاق د الحامض اكثر، كيبقى اختياري. صافي مباشره من بعد ما كتعقد ليا ديك الكريمه كنجمع لها دوك الجوانب وكنغطيها بواحد البلاستيك غذائي اللي كيكون كيلامس الوجه ديالها باش ما كديرش لينا ديك القشره. صافي من بعد كنخليوها على مباشره من بعد ما حضرنا الكريمه وخليناها على جنب كتبرد. غادي ندوزو للتحضير ديال العجين. عندي هنايا فواحد الاناء اللي غنحتاجو 2 حبات من البيض، 2 معالق كبار من السكر سنيده اولا السكر الخشن، 4 كاس اولا بالغرام غتحتاجو 40 غرام، كيس من السكر منسم بالفاني، وقشره ديال الحامضه اللي حكيت لها فقط ديك القشره الخضراء باش تجينا يعني هاد لاطارت يعني مركزه بالمذاق د الحامض اكثر. غادي نخدم هاد المكونات ضروري هكا مقبصه ديال الملح ضروري منها ما تنساوهاش. وغنخدم هاد المكونات كاملين يعني السكر مع البيض كنخدمو هكا غير بالفوي مزيان مزيان. من بعد ما كنخدم هذاك السكر كنحس بانه تخدم مع البيض، غادي نضيف هنايا كاس الا ربع من الزيت. دائما الكاس اللي كنعبر به هو الكاس د العنبه. وبالنسبه يعني الزيت يعني ما تعمروش الكاس، يعني هي غادي نديروها في عوض الزبده، لهذا قلت لكم هاد لاطارت هذه ما فيهاش الزبده كتجينا مرمله وهشيشه. غادي نضيف هنايا واحد المعلقه كبيره من نشا الذره اولا المايزينا مع 2 ديال المعالق كبار ديال الكوك اولا جوز الهند. كيبقى داك الكوك اختياري الا بغيتوه ديروه، ولكن كيعطينا واحد المذاق رائع بزاف. صافي غادي نخدم هاد المكونات داك النشا مع الكوك. واخر حاجه غنبدا بالاضافه ديال الدقيق. هنايا ضفت الكاس الاول ديال الدقيق. غادي نبدا هكا ندخلو مزيان هكا بالفوي. هنا صافي غادي يبدا يتقل الخليط. غادي نحيد داك الفوي وغنبدا نجمع باليد ديالي يعني باش كتحصلوا على القوام المطلوب. صافي كنحيدو الطراب وغادي نضيف الكاس الثاني ديال الدقيق ضروري هكا كنغربلوه. 2 اكياس من الخميره ديال الحلوى فئه 7 غرام، يعني في المجموع 14 غرام. صافي وكنبدا نجمع شويه بشويه، يعني العجينه ما كتدلكش نهائيا بحال اللي كنعجنوا العجينه ديال الصابلي، فقط غير كنجمعوها برؤوس الاصابع ما كندلكوهاش وما كنعجنوهاش باش كتجيكم هكايا زوينه وما كتقلصش لكم هكايا في الفران. صافي هنا كنبدا نضيف الكاس الثالث شويه بشويه على حسب، ما كتضيفوش يعني دفعه واحده، شويه بشويه وانتم كتجمعوا العجين. صافي هنا من بعد ما جمعت هذا هو القوام ديالها. بالنسبه للعجينه اللي تبقات ليا
يعني الثلث فقط، غير الثلث، والنصف اللي كيبقى يعني كنخليوه كبير على داك الثلث اللي خلينا. صافي كندخلو هكايا المجمد ضروري باش كيشد هكا في راسو. وهذيك العجينه اللي سبقت ليا غادي ناخذ واحد الورق ديال الزبده اولا بلاستيك، كنرش هكا شويه ديال الدقيق وكنطلق العجين هكا على شكل دائري هكا بالمدلك اللي ما تكونش رقيقه، يعني العجينه ما تكونش رقيقه بزاف. كنحاول انني نلفها بهذا الشكل هذا على المدلك وكنهزها بكل سهوله وكنحطها في صينيه اولا في الطاوه اللي غادي نطيبوا فيها هاد لاطارت هذه في اي مول عندكم. انا استعملت هاد المول هذا ديال الزاج، القطر ديالو 24 سنتيم. صافي كنحاول نثبت ديك العجين بهذا الشكل هذا، يعني هكا من الجوانب مزيان ومن الوسط هكا، وكنشوفوا الا كانت شي بلاصه غليظه كنرققوها وكنحيدوا الا كانت شي بلاصه ما فيهاش العجين كنحيدوا من ديك الجهه الاخرى وكنقادو حتى كنحاولوا نقادوها مزيان، يعني ما تبقاش هكا الفراغات وتجينا يعني مسطحه ومقاده مزيان. يعني العجينه هكا كتحيدوا من ديك البلاصه اللي كتكون طالعه وكديروا في البلاصه اللي كتكون خاويه حتى كتثبتوها كامله. كناخذ في هذه المرحله ديك الكريمه اللي وجدنا في الاول وخليناها كتبرد، هنا كتكون شويه دفات وكتشد هكا في راسها، كتطربوها مره اخرى غير هكايا بالطراب مزيان. صافي كترجع كريميه وكترجع لقوامها الاول. صافي غنخويها مباشره على هذيك العجين وكنحاول انني نقدها هكا بواحد سباتول اولا بواحد الملعقه، كنحاول نقدها مزيان باش كتجينا هكا مساويه ومقاده بهذا الشكل هذا. بالنسبه للعجين يعني كتحاولوا تطلعوا دوك الجوانب باش ما تخرجش لكم الكريمه. وهنايا غادي ناخذ ديك العجينه اولا داك الثلث ديال العجين اللي احتفظنا به في المجمد، يعني في هذه المرحله كيكون شويه شد في راسو. صافي غادي نحكو هكا في الحكاكه الغليظه، كناخذ ديك الجهه الغليظه وكنبقى نحك بهذا الشكل، غير كنبقى نهبط، راه كيهبطوا هكا شعيرات ديال العجين، كنحاول نوزعهم كامل على ديك الوجه ديال الكريمه. صافي من بعد كنبدا نقادها، يعني فين ما بانت ليا كشي فراغ اولا الكريمه كتبان كنحاول نغطيها مزيان، يعني ما تخليوش الكريمه تبان نهائيا. كنغطيها بديك العجين وكناخذ هنا واحد الفرشيط وكنحاول نقاد دوك الجوانب بهذا الشكل هذا، يعني كنثبتهم وكنهبطهم كيجي هكايا الميض. صافي هنايا من بعد ما طابت خليتها حتى كتدفى هكا فوق سطح العمل، ضروري كتخليوها تبرد. ومن بعد دخلتها للمجمد او للثلاجه، المهم انا كنت مزروبه دخلتها للمجمد حتى كتبرد ليا مزيان مزيان، يعني كتبرد ضروري باش كديك الكريمه كتشد في راسها، لانها ملي كتكون سخونه كتكون خفيفه. صافي هنايا قلبتها كيف كتشوفوا كتقلب بكل سهوله لانها ما كتلتصقش في المول. وغادي نرش هكايا بشويه ديال السكر كلاصي هكا بواحد المصفى، الشكل ديالها كيجي راقي ورائع بزاف. كما شفتوا انا زينتها غير هكا بشويه ديال السكر كلاصي، كيبقى اختياري الا بغيتوه ديروه، ما بغيتوش كتكتفيو غير بداك اللوز اللي درنا. وهذيك الشكل اللي هكا كتجي هكا العجين محكوكه كتجي واحد الشكل اللي رائع بزاف. صافي هنايا غادي نقسمها معكم من بعد ما كتخليوها تبرد، يعني ديك الكريمه كتشد في راسها ما كتبقاش خفيفه، فلهذا كنقول لكم ضروري حتى تبرد مزيان عاد كتقدموها. راه كتجي رائعه يا البنات، كتجي بنينه مرمله، ديك العجينه كتجي مرمله ومقرمشه هشيشه بزاف، كتذوب في الفم. والمذاق ديال الكريمه بالحامض العشاق ديال السيترون غادي يتحماقوا عليها، كتجي رائعه وكريميه، ما كتجيش هكا قاصحه وعاقده. هانتوما كيف كتشوفوا معايا عن قرب غادي نوريكم القوام ديالها والهشاشه ديالها، واخا ما درناش فيها الزبده راها كتجي هشيشه ومرمله، واحد المذاق اللي بنينه بزاف كتبغي تكال بارده. نتمنى اخواتي الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، نكون خفيفه على ظريفه على قلوبكم. ما تنساوش تخليو لي تعليقاتكم، جيم لي تشجيع، تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصحاب فضلا وليس امرا. خليت لكم الراحه مع اقتراح جديد ان شاء الله، وبسلام عليكم.